حقائق لم تكن تعرفها عن دولة قطر. اسمها: استخدم اسم قطر لأول مرة من جانب الكاتب الروماني بليني الأكبر، وكان يشير إلى سكان المنطقة المسماة بكاتارا. حكامها: حكمت أسرة آل ثاني قطر منذ عام 1825 مع تولي سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قيادة الدولة في الوقت الحالي. مواقع تراثية في قطر: تمتلك قطر تراثا غنيا، حيث تضم مواقع مثل برج بارزان وقلعة الزبارة التي صنفت إلى جانب الأعمال الأثرية المحيطة بها ضمن مواقع التراث العالمي في قائمة اليونسكو. سهولة السفر إلى قطر: يمكن لمواطني أكثر من 80 دولة الدخول إلى قطر بدون تأشيرة، مما يجعلها الدولة الأكثر انفتاحا في الشرق الأوسط والبلد الثامن في العالم من حيث سهولة الحصول على التأشيرة، وتحتل المرتبة الأولى فيما يتعلق بالضيافة في الشرق الأوسط. وتصنف قطر بأنها الدولة الأكثر أمانا في العالم بحسب نومبيو أدنى مؤشر للجريمة، وتحتل المرتبة 31 من بين 153 دولة في مؤشر السلام العالمي، وتعد واحدة من أكثر البلدان أمانا في العالم للعيش في أرضها. وتعد قطر أغنى بلد في العالم قياسا بالناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد. المشهد الإعلامي في قطر: تمثل قطر القاعدة الرئيسية لقناة الجزيرة، وهي كيان إعلامي حيوي ذات الصيت يضم أحدث وسائل الصحافة. بي إن سبورتس شبكة عالمية تمتلك عددا من القنوات الرياضية، ومقرها الرئيسي في الدوحة. قطر أغنى دولة في العالم. تصدر قطر كميات هائلة من النفط والغاز الطبيعي، تمثل أكثر من 97% من صادرات قطر بقيمة إجمالية تزيد عن 58 مليار دولار. احتياط قطر من الغاز الطبيعي: تمتلك قطر ثالث أكبر احتياط للغاز الطبيعي في العالم بعد روسيا وإيران، وشركاؤها الرئيسيون في مجال تجارة الغاز هم الهند والصين واليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة. مشروعات عقارية موجودة في البلاد: تعد مشيرب قلب الدوحة مدينة مستدامة تقع في قلب الدوحة الذي تم تجديده، وتضم معالم معمارية تقليدية تتميز بتنسيقات عصرية أنيقة، كما تضم المنطقة متاحف مشيرب الأربعة. وتتميز مدينة لوسيل الذكية بمرسى ساحر على الواجهة البحرية ومجموعة من الأبراج السكنية والمكتبية. كذلك تعد اللؤلؤة قطر جزيرة اصطناعية في الدوحة، وتظهر على شكل سلسلة من اللؤلؤ تجسد تاريخ قطر في الغوص بحثا عن اللؤلؤ. وهذه أيضا هي المنطقة الأولى في قطر التي يمكن للأجانب شراء العقارات فيها. وتضم المدينة التعليمية أكثر من 50 كيانا معنيا بالعلم والمعرفة، وتشمل هذه الكيانات 13 مدرسة و9 جامعات، بالإضافة إلى العديد من المبادرات والمراكز الدراسية والبحثية والمجتمعية. الرياضات التقليدية في قطر: يعد صيد الصقور إحياء رياضة الصقارة التقليدية في قطر، وهي جزء من التراث المعنوي للبلاد. ومن الممكن شراء صقر من السوق المخصص للصقور الذي يحتوي أيضا على مستشفى للصقور. وتسمح شركة الطيران الوطنية الخطوط الجوية القطرية للمسافرين بحمل الصقور في مقصورات الدرجة السياحية على متن طائرتها. يسمح ب6 صقور كحد أقصى في الطائرة الواحدة. تحظى قطر بتاريخ طويل من سباقات الهجن، وتتميز الآن بوجود فرسان آليين روبوتات مصغرة تشبه البشر متصلة بمدربيها عن طريق أجهزة اتصال لاسلكي تعمل بالتحكم عن بعد. كما تمثل رياضة الفروسية جزءا مهما من المشهد الرياضي في قطر، حيث يضم مركز الشقب للفروسية في المدينة التعليمية بعضا من أفضل الخيول العربية. الفعاليات الرياضية التي استضافتها قطر أو فازت بحقوق استضافتها: كانت قطر أول دولة في الشرق الأوسط تستضيف عددا من فعاليات الرياضة واسعة النطاق، والتي شملت دورة الألعاب الآسيوية 2006، بطولة العالم 23 للشركات في عام 2019، بطولة العالم 17 لألعاب القوى عام 2019، كأس العالم لكرة القدم فيفا 2022، بطولة العالم للسباحة فينا 2023، دورة الألعاب الآسيوية 2030.